قبل ما ابدا الفيديو حابب افرح معاكم بالنجاح الصغير اللي احنا وصلنا له، واننا وصلنا 27,000 اخ واخت في القناه، فبجد شكرا ليكم، وعاوز كله يشترك بقى يمكن نوصل 30,000 ولا حاجه. وبس كده بدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكايه رودي فروح شوفوا الاول. في الجزء اللي فات من الحكايه رودي انتقل الى عالم اخر واكتشف انه مليء بالسحر، وفي العالم ده اتعلم استخدامه على ايد معلمته روكسي. بعدها شفنا انتقاله لاحدى القصور لتعليم ايريس بنت الملك كل المهارات السحريه، وفي النهايه شفنا البلوره السحريه اللي ظهرت في السماء وانتشار طاقه غريبه ابادت كل من في المكان. فهل هم عايشين ولا ايه حصل لهم؟ وايه النور اللي ظهر فجاه ده؟ كل ده هنعرفه في حلقه النهارده. وبعد ما النور اباد المكان رودي بيفتح عينيه بيلاقي نفسه رجع لجسمه القديم وفي مكان ابيض فابيض كده. الواد مش فاهم حاجه، انا فين وليه رجعت للجسم ده؟ معقول انا كنت بحلم؟ ولكن بيظهر له واحد مش باين له ملامح كده وبيقول له لا انت ما كنتش بتحلم ولا اي حاجه، بس لابلاس حرار قوه ملك الشياطين وهيبيد العالم عن بكره ابيه. الواد برضه مش فاهم حاجه، بيقول له انا المطلوب مني اعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول له انت لازم تنقذ العالم ده، انا حطيت كل املي فيك، اول ما هتصحى تلاقي واحد جنبك ما تخافش منه وخليك معاه وهو هيساعدك، وبس كده علشان وقتي معاك انت. بعدها بيفوق وبيلاقي ايريس جنبه في نار حد مولعها علشان تدفيهم. بيروح يشوف مين، وهنا كانت الصدمه، شخص بجميع مواصفات الشيطان اللي روكسي حذرته منهم واقف قدامه. الواد وقف ومش عارف يتكلم من كتر الخوف، ولكن بيجمع شجاعته وبيقول له ازيك يا صاحبي. الشيطان ذات نفسه اتصدم من ردة فعله، بيسأله انت ازاي يا عم مش خايف مني؟ فبيقول له رودي اخاف منك ليه؟ انت شخص انقذتني وولعت نار علشان تحافظ على درجة حرارة جسمي، بالعكس يا عم انا بشكرك على انقاذ حياتي. واثناء ما كانوا بيتكلموا بيلاقي اللي بتصوت وراهم. ايريس اول ما فات وشافته قدامها اترعبت وفكرته عاوز يقتلهم، ولكن سرعان ما بيهدوها وبيفهموها كل حاجة وبتعرف انه عاوز يساعدهم. بعدها بيسألوا رودي احنا فين وايه اللي جابنا هنا؟ انا اخر حاجة فاكرها اننا دخلنا منطقة المانا، هو انا فين بالظبط؟ فبيقول له احنا في منطقة الشياطين، انا كنت بصطاد هنا ولقيتكم نازلين عليا من السما وما كنتش فاهم حاجة. المنطقة اللي احنا فيها ديت تبعد مئات الكيلومترات عن مدنكم، بس ما تخافوش انا هفضل معاكم لحد ما ترجعوا بيتكم بالسلامة. العيال بتفرح وبيقولوا له تمام، وبعدها بيطلعوا من المكان متجهين الى قرية سوبراد. والسوبراد ده هو الشيطان لو ما خدتش بالك. بيفضلوا ماشيين كتير واخيرا بيوصلوا عند بوابة القرية. الحارس بيقول له سوبراد الناس دول مش من القبيلة وانا مش هسمح بدخولهم، الله اعلم هم ناويين يعملوا ايه فينا. سوبراد بيحاول يقنعه ولكن الواد مش بيوافق، وبيقول له انا هكلم زعيم القبيلة وهو اللي هيقرر دخولهم. وفعلا بعد شوية بيوصل الزعيم وبيروح لهناك. اول ما بيوصل بيلاحظ القلادة اللي مع رودي، بيسأله القلادة دي اتصنعت في عشيرتنا انت جبتها منين؟ رودي بيقول لهم القلادة ديت خدتها هدية من روكسي الاستاذة اللي علمتني السحر. الكل اول ما سمع اسمها اتصدم. دخت حارس البوابه ولكن سابتهم من مده طويله. الواد بيقول له انت عارف اختي منين؟ احنا هندخل جوه ولازم تحكي لي على كل حاجه. بيدخلهم فعلا وبعدها بيبدا رودي يحكي له عن اخته وكل اللي يعرفه عنها. الواد فرحان جدا علشان اخته بخير ولكنها كانت وحشاه جدا. بعدها بيروح لبيت سوبراد علشان يرتاحوا. اخوه بيقول له انت ناوي تعمل ايه؟ هيفضلوا هنا ولا انت هتعمل ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. سوبراد بيقول له انا هحميهم واوصلهم لحد المدينه، هفضل معاهم لحد ما يرجعوا بيتهم بالسلامة. بس انت يا سوبراد مش هتعرف تدخل المدينة، الناس لو شافوك هناك هيقتلوك ومش هيسموا عليك، ناهيك عن المعاملة اللي الاطفال دي هتتعاملها لما يشوفوهم معاك. بس انت متخيل ان سوبراد هيتخلى عنهم في الموقف ده؟ لا والله. سوبراد بيقول له ساحميهم بكل ما املك من قوة، ساحرق العالم اذا اصابهم اي مكروه. والله وطلعت مش سهل يا عم، ايه الرجولة دي كلها؟ وفعلا تاني يوم بينفذ اللي في دماغه وبيروح معاهم علشان يرجعهم للمدينة. بيودعوا الاهالي واخوروكسي بيروح لرودي وبيديله خنجر هدية علشان طمنه على اخته. بيقول له لو شفتها بلغها بينا، قول لها اخوكي بيحبك ولو رجعت القبيلة في اي وقت هيكون مرحب بيكي، انا هستنى زيارة منك. فبيقول له رودي تمام يا عم، وبعدين بيمشوا. بيتجهوا الى المدينة في وابل من الصحراء. بتفوت الايام عليهم والعيال تعبوا وعاوزين يريحوا في احدى المدن اللي على الطريق. سوبراد بيقول لهم في قبيلة خلف التل ده هنروح نقعد فيها شوية ناكل ونشرب ونرتاح وبعدها هنكمل رحلتنا، مش عاوزكم تخافوا من اشكال الناس اللي في المدينة علشان شكلهم غريب شويتين. فبيقولوا له تمام. بيوصلوا عند بوابة المدينة وبيسمعوا احد الحراس بيتكلموا عن واحد اسمه ديد اند، سفاح قبيلة الشياطين وبيأذي اي حد يجي من الاطفال ويأذيهم. رودي بيسأل سوبراد هو مين ديد اند اللي راعب الناس ده؟ فبيقول له ده هو انا. والله العظيم انت بتقولها في وشه كده عادي، بس لحسن الحظ الحراس سمعوا عنه بس، ولكن محدش يعرف شكله الحقيقي، وعلشان كده بيدخلوا المدينة بسلام. بيلفوا لفة فيها وبيشتروا كل اللي هم عاوزينه، وفي الوقت ده الفلوس اللي معاهم بتخلص.
فقرروا يروحوا نقابة المغامرين علشان يقدموا فيها ويعملوا شوية مهمات يجيبوا منها فلوس. بيروحوا هناك فعلا وبيكونوا متروشنين على الآخر، كل الموجودين بيضحكوا عليهم وعلى طريقتهم. بيروحوا للبنت اللي هناك وبيقدموا أسمائهم، وبعدها بيروحوا ياخدوا مهمة علشان ينفذوها. ولكن وقتها بيجي الحمار ده وبيتنمر عليهم. والله يا صديقي زي ما سمعت، حمار متنمر. شفت ازاي؟ بس انا افتكرت جملة كده كانت بتقول: قل الحميرة وان طالت معالفها لن تسبق الخيل في رقد الميادين. يعني اسكت يالا ما اسمعش صوتك تاني. المهم بياخدوا مهمتهم وهي البحث عن احدى الحيوانات المفقودة، وبعدين بيمشوا بيروحوا لاحدى الفنادق علشان يرتاحوا. والصباح رباح يا معلم. بيتعرفوا على 3 من المغامرين المبتدئين وهم في الفندق، وبعدين بيطلعوا لاوضتهم علشان يناموا وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيطلعوا علشان يدوروا على الحيوان المفقود. سوبرات بيقدر يحدد مكانه بالعين اللي في جبهته. بيروحوا للمكان فعلا، بينزلوا لهناك، بيبصوا بيلاقوا مش الحيوان بتاعهم بس هو اللي موجود، ده في حيوانات كتيرة موجودة هنا ومحطوطين في أقفاص. بيسمعوا صوت ناس جنبهم وبيستخبوا على طول. أول ما بيوصلوا لهم بيهجموا عليهم. رودي بيثبتهم وسوبرات بيضربهم وبعدين بيعلقوهم. رودي لسه هيروح يتكلم مع واحد فيهم، ولكن ده بيديله رجل بيطيره. الواد لسه هيفوق بيلاقي سوبرات فصل راسه عن جسمه. بيقول له اللي يأذي طفل من الأطفال ما يستحقش يعيش لحظة واحدة. رودي اتصدم، بيتعصب من اللي عمله. بيقول له انت ليه قتلته؟ هو احنا جايبينك معانا علشان تقتل اي حد كده وخلاص؟ لو فضلت تقتل في الناس كده احنا كمان هنخاف منك وهنسيبك ونمشي. ايريس هي كمان بتتعصب وتروح تضرب فيه، عماله بتزعق وبتقول له ده كان زمانه عايش دلوقتي، انت ليه قتلته؟ سوبرات بيفهم كلامهم فعلا وبيحس بالندم. بيقول لهم تمام انا مش هقتل حد تاني. العيال التانيين بقى كانوا ميتين من الخوف. بيقولوا لهم خدوا كل الحيوانات وسيبونا نهرب، احنا بناخدهم هنا ونحبسهم، واي مهمه للعثور عليهم في النقابه بنطلعهم ونكسب مبالغ ماديه. ولكن رودي بيصدم الكل وبيقول لهم حاجه لم تكن في الحسبان. بيقول لهم انا عايز ابقى شريك معاكم في الشغلانه دي والارباح هتتقسم ما بيننا. العيال طبعا ما بتصدق وبيوافقوا على طول. ومن جانب تاني روكسي كانت راحت لقريه رودي علشان تطمن عليهم. المكان بالكامل أبيد عن بكره أبيه وناس قليله بس هم اللي موجودين. بتلاحظ قايمه بالناس اللي ماتوا وبتروح تطمن. بتفرح لما ما بتلاقيش رودي ولا حد من عيلته مات. ده كمان بتلاحظ رسالة من الأب كاتبها رودي لما يرجع. بيقول له أنا أختك بخير يا رودي، أما بقى أمك والخدامة وبنتها فهم اختفوا بعد الحادث وأنا هروح أدور عليهم. لو قرأت الرسالة دي فاستناني وأنا هرجع للقرية من وقت للتاني. روكس بتقرأ الرسالة وبتقرر إنها ترجع رودي للبيت، وكانت في قمة الحزن وقتها. في نفس الوقت رودي وأصحابه بياخدوا مهمة جديدة من النقابة وبيروحوا الغابة علشان ينفذوها، والمهمة هي قتل الكبرى الحمراء. بيوصلوا هناك وبيتفاجئوا بمجموعة تانية من المغامرين واخدين نفس المهمة بتاعتهم ورايحين يقتلوا الكبرى. ايريس بتقول له يلا يا عم عايزين نلحق قبل ما يقتلوها، ولكن رودي بيقول لها طالما هم عينوا اكتر من واحد للمهمة يبقى اكيد المهمة دي خطيرة، اهدي بس اما نشوف ايه اللي هيحصل. وفعلا العيال سبقوهم وبيروح رودي واصحابه وراهم. بيبصوا عليهم كده بيلاقوهم اتحصروا بين تعبان كبير وعنكبوت. سوبرات بيقول له يلا نلحقهم قبل ما يحصل لهم حاجة، بس رودي بيقول له اتقل بس شوية عما يدمجوه علشان نروح نسرق الكلاية على الجاهز. ولكن هوبا التعبان شق واحد فيهم لنصين في اقل من ثانية. العيال اتصدموا. سوبرات وايريس بيطيروا على الوحوش وبيهجموا عليهم. ايريس بتفادي هجمة التعبان وبتطير في الجو وبتقسموا الاتنين. سوبرات هو كمان كان خلص على العنكبوت. في نفس الوقت رودي بيروح للوادي اللي مات وكان زعلان جدا، بيحمل نفسه كل المسؤولية. سوبرات هو كمان بيجي له وبيقول له انت منعتني انقذهم ليه؟ بسببك واحد فيهم اتقتل، كنت بتقول لي ساعد الناس وما تقتلش حد وانت اللي تسببت في موت واحد منهم. واحد من صحاب الوادي اللي مات بيروح لهم وبيقول لسوبرات يسيبه. رودي ملوش ذنب في اي حاجة، احنا اللي كنا مستقلين بالكائن ده علشان كده صاحبنا خسر حياته، بالله عليك سيبه وما تعملش فيه حاجة. سوبرات بينزله فعلا ولكن كان متضايق جدا. بعدها بيقولوا له العيال دي ترجع البيت ومش لازم يكملوا المهمة علشان خطر عليهم. العيال بيقولوا لهم تمام وبعدين بيمشوا. سوبرات والباقيين بقى كانوا مكملين مشي في الغابة، بيسمعوا اصوات استغاثة من جنبهم وبيروحوا علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. اول ما بيوصلوا بيشوفوا الصدمة، الثعبان الازرق قتل باقي المغامرين وما عادش باقي غير واحد بس بيصيح في بقه. بيطلب المساعدة ولكن بعد ايه؟ الواد خلاص اتاكل قدام عينيهم. سوبرات اتعصب وهجم على الثعبان وبدأ يقطع فيه. ايريس هي كمان بتاخد سيفها وبتهجم عليه وبتحاول تصيبه ولكن بتاخد ضربة بتطيرها بعيد. وفي وقتها رودي بيستخدم سحره وبيضرب عليه ولكن الثعبان بيفادي ضربته وبيهجم عليه. كان خلاص هيقتله لولا تدخل سوبرات وبيلحقه. بعدها بينده على ايريس وبيقول لها يلا اعمليها، وفعلا ايريس بتفهم كلامه وبتجمع كل قوتها وبتطير عليه وبتشق النصين. بعدها ضربة سحرية فتكة من رودي دمرته. ايه الحلاوة دي؟ احلى تناغم ده ولا ايه؟ وبعد ما بيخلصوا المهمة بيرجعوا للمدينة من تاني، ولكن فجأة وهم ماشيين بيلاقوا الواد ابو راس حمار ده بينده عليهم، بيتكلم باستعلاء وبيقول لهم مش تساعدوا اصحابكم ولا ايه؟ او انتم
من الشركاء معاهم العيال اتصدمت من اللي شافته. بيكمل كلامه وبيقول لهم نص اللي بتكسبوه في الشهر وانا مش هبلغ النقابه ولا هقول اي حاجه. رودي مش عارف يرد، لو خسروا رخصتهم دلوقتي فمش هيعرفوا يعملوا اي حاجه ولا يطلعوا من المدينه ديت، وفي نفس الوقت مش هيعرفوا يقسموا المبلغ معاه. رودي بيتضايق وبيفعل سحر وعايز ينزل برقه على الحمار ده ويموته، ولكن في اخر لحظه سوبرات بيخرج عن صمته. الواد بيتعرف عليه وهو بيعرف ان هو ديد اند فعلا. بيقول اسمه، اول ما الناس سمعوا اسمه هربوا على طول من المكان. سوبرات بيشيله من رقبته وبيفضل يخنق فيه. الواد بيستعطفه وبيتاسف على اللي عمله معاهم، ولكن سوبرات بيقول له مش الرجوله انك تهدد الطفل علشان شويه فلوس، يلا انت حته زباله ما تستاهلش تعيش لحظه كمان. بيخنق فيه اكتر واكتر والواد كان هيموت في ايده، ولكن في اخر لحظه بيسيبه وبيمشي من المكان قبل ما الناس تتجمع. رودي وايريس بيشوفوا اللي حصل وكانوا مصدومين من قوته. بعدها بيروحوا للمكان اللي هو قاعد فيه وبيروح رودي يتكلم معاه. بيقول له انا اسف على كل حاجه ضريتك فيها، اسف علشان خليتك تسيب ناسك وقريتك وتتولى حمايه طفلين ضعاف زينا، انا بجد مش عارف اشكرك ازاي. سوبرات بيقول له ولا يهمك، اهم حاجه انكم ترجعوا للبيت بسلام يا عم وانا مش هبقى زعلان، ما تشغلش بالك يا عم، انا هفضل معاكم ومش هسيبكم. ومن هنا انتهى الجزء الثاني وانتهت معاه احداث الموسم الاول. ولو عايزين الموسم الثاني بقى فاكتبوا لي في التعليقات. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في امان الله.